يسعد اوقاتكم حبايبنا. اليوم رح نعمل فطيرة الجبنة. انا رح اعمل موديلين لفطيرة الجبنة. عجينة الفطاير انا عاجنها ومخمرة ومجهزة، رح اترك لكم طريقة عجنها برابط باسفل الفيديو. بدنا مع العجينة جبنة اشقوان، جبنة موزاريلا، بيض، حبة البركة وسمسم. وهلا خلينا نروح لتحضير العجينة. جيب رشة طحين وفضي العجينة عليها. أنا عندي الصينية دهنة ومجهزة بالزيت، بدي ساوي مد على قد منها عجينة، وقت بدي بدها شي وسط يعني. أول شي بحاول مد العجينة بأصابعي هيك، عشان إذا كان فيها هوا تفضل من الهوا. بعدين بدها بالشوبك. بس تدبق معنا بحط عليها رشة طحين عشان ما تلزق بالطاولة وقت بدي شيلها. بدي ما احاول ما اسمكها ولا اتركها رقيقة، يعني وسط، ساويها على قد الصينية وسط. هيك تقريبا ممتازة. بدي احملها احطها بقلب الصينية، والطراف الزيادة اللي معنا بقصهم بالسكينة. هلا بعد ما وديتها على قد الصينية وقصيت الطراف الزيادة، بدي اجيب جبنة الاشقوان واحشيها. بحاول اترك من الطرف اصبع فاضي. وهلا بعد ما حطيت جبنة الاشقوان، هلا فينا نتركها جبنة الاشقوان على الحل، وفينا نحط معها جبنة الموزاريلا على هوا الرغبة. هلا انا جربت التنتين لقيتها اطيب مع الموزاريلا، وبزع عليها الجبنة كمان توزيع هيك. تقلها شوية اشقوان، وهلا بعد ما حشيتها صارت جاهزة معي. بدي افرد عجينة نفس قياس هديك تقريبا وغطيها بعجينة. شوفوا معنا شلون. حاول هيك بالطحين عشان ما تدبق معي. نفس الطريقة هديك، اول شي بفضيها من الهواء،
بعدين بدي مدها على الشوبك، بس قبل ما ابدا على الشوبك بدي رش تحت منها طحين عشان ما تدبق معي وتلزق بالطاولة. وهيك صارت جاهزة معنا. بدي احطها فوق طبقة الجبنة، واللي زيادة ارجع قصهم. وهلا بعد ما قصيت الاطراف بدي احاول بروس اصابعي محل ما تركت تحت فاضي اكبسها بروس اصابعي مشان تلزق العجينتين مع بعضهم، مشان الجبنة ما تطلع لبرا. على الطريقة هي بالاربع اصابيع اكبس عليها العجينتين، خليها تلزق مظبوط. نكبسهم كتير منيح، يعني اي قرنة فيها فراغ بتطلع منها الجبنة. وهيك ان شاء الله ما تطلع الجبنة لبرا. هلا بدي ادهن الوش بالبيض. حاول ادهنها كلها مع الاطراف اللي كبستها. بدهنها مظبوط. بحاول ما اترك ولا قرنة فيها فراغ. وهلا برش عليها شوية سمسم. واللي بيحب يرش عليها حبة البركة كمان بصير، بحب يتركها سمسم على الحل كمان بصير. وهلا هيك اول صينية صار جاهزة معنا. لبين ما نجهز الصينية الثانية نشغل الفرن ونجهزه على درجة حرارة 200. هاي الصينية الثانية انا داهنها ومجهزها. بدي مد عجينة على قد منها نفس الطريقة هذيك، عجينة صغيرة ما بتكون لا سميكة ولا رقيقة. وهلا انا مديت العجينة وحطيتها على الصينية على قد الصينية. بدي احط عليها جبنة قشقوان واترك قدر اصبع كمان فاضي من الطراف. وهلا بعد ما خلصت مد الجبنة بعمل لها رشة نعناع يابس.
كتير 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 طيبة مع النعناع اليابس. وهلا هيك صار معنا الصينيتين جاهزين، بدنا نروح على مرحلة الشوي. والفرن صار جاهز عنا على درجة حرارة 200. بنحط الصينية بأسفل الفرن ونشغل الفرن بس من تحت، وبنشعشع عليها كل شوي. وهلا بنشوف اطرافها بس يصير لونهم زهر، وهيك صار لون زهر بدنا نرفعها لفوق ونطفي تحت ونشغل النار فوق مشان تستوي من فوق. ولبين ما تستوي فوق بنحط الصينية الثانية تحت مشان يلحقوا الصينيتين ورا بعضهم. وهلا هيك مثل ما لكم شايفين وشها كله احمر، استوت معنا. صار فينا نسحبها، بدنا نسحبها ونرفع الصينية اللي تحت لفوق. وهلا بعد ما سحبتها وهي سخنة بدي اقطعها بسكينة منشار، لأنه المدرج ما راح يزبط فيها المدرج. وهلا هيك الصينية الثانية صارت جاهزة معنا، بدنا نطلعها ونقطعها. وهلا هي بدي اقطعها بالمدرج. على الريحة، والله ريحة بتجنن. وهي خلصت قطيعة، خلينا نشوفها من تحت شلون سفلى. شايفين المنظر؟ شي بجنن. وهي سفلى وهيك تكون جاهزة. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، وإن شاء الله بنلتقى فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.